لا تعبد الله من أجل الرزق، ولا تعبد الله من أجل المنصب، ولا تعبد الله من أجل حظوظك من الدنيا، لكن اعبده من أجل رضاه، ورضاه غايتك التي ستأتي لك بكل ما تريد. رمضان كريم وعدد جديد من برنامج اقرأ وارتقي، أهلا بكم. عدد جديد من برنامج اقرأ وارتقي من ولاية ورقلة ومتسابق آخر. تعرفوا عليك الأخ الكريم رضوان العيد. رضوان العيد. نعم. احكي لنا على أجواء رمضان يا العيد في مدينة ورقلة. في مدينة ورقلة. والله أجواء رمضان مليحة ياسر في ورقلة، والناس تخرج في الليل تسهر، يعني خاصة السهرات. خاصة السهرات، شباح رمضان. شباح رمضان، نعم ياسر. بعد احنا سؤالنا يقول يا العيد، في أي سنة كان فتح مكة؟ في أي سنة كان فتح مكة؟ الله أعلم، ما لقيتش روحي. في أي سنة كان فتح مكة؟ يا ربي والله نسيت. كان في السنة 11 هجري. نعم. لا الله أعلم. لا ماشي السنة 11. الياس رقاقدة من ساكنة حي النصر هنا بولاية ورقلة. الله يبارك. حدثنا على هذا سر هذا اللباس. احنا معروفين في الجنوب الجزائري، معروفين باللباس التقليدي، واصل اغلب سكان الجنوب اصلا مسمى من الجهه اليمن، من اليمن نسمى معروفين، وهذه هي جات كيما هكا العادات، ونضنا شفنا اهلنا وناسنا يبغوا يلبسوا هذا الستيل، قعدنا نلبسوا فيه، نتبعوا فيه. بارك فيك. راك زين كما يقول. الله يبارك فيك، ربي زين ايامك. سؤالنا يقول في برنامج اقرأ وارتقي، السؤال الأول يقول: في أي سنة كان فتح مكة؟ فتح مكة أتى بعد غزوة بدر ب6 سنوات. متى كانت غزوة بدر؟ في الغزوة في السنة الثانية، أعتقد في السنة الثانية، بعد يعني 6 سنوات، يعني 8 سنوات كان فتح مكة. بعد السنة الثانية للهجرة. السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر. بارك الله فيك. وكان في رمضان. بارك الله. وفتح مكة كذلك كان في رمضان. بارك، يعني بعد 6 سنوات. يعني بعملية حسابية بعد 6 سنوات شحال تقول لي؟ 8 سنوات، كانت 8 سنوات بالحساب. ثم في أي أعطيني التاريخ يعني. السنة الثامنة للهجرة. السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة، والإجابة صحيحة يا أنيس. الله يبارك فيك. أعطيني مبلغ 2000 دينار والجائزة مبروك عليك يعني. الله يبارك فيك. يحفظك، صفقوا عليه على الأقل يا أخوتي. بارك الله فيك. صحيح خير يحفظك. بديجة عبد الرزاق، من حي النصر، ساكن عندي تقريبا سمنتين، مازال جديد في حي النصر، بصح نعرف البلاصه مليح. تسمى كشو راني ولد ورقله. اجواء رمضان في ولايه ورقله لو كان توصفها لنا يعني. رمضان في ولايه ورقله، رمضان واش راح نقول لك يعني، الله يبارك، مميز يعني، والناس كل مهيئه نفسها للصلاه، التراويح، للصيام. سؤالنا يقول: ما هو الاسم القديم لولايه ورقله؟ الاسم القديم لولايه ورقله هو ورقلان. نعم، ورقلان بمعنى هروب الاسد، بالشلحيه نتاع الورقله. هروب الاسد، هذا الاسم القديم لولايه ورقله. هذا الاسم القديم ولا اللي راهو كي شغل درك كشغل مختصر ورقله. اي هذا نعم. اما قديم الله اعلم، بالك كانت نقوسه، بالك كانت قصر، الله اعلم. هذيك هذا واش نعرف. الاجابه صحيحه، واعطينا مبلغ 3000 دينار. اعطيني مبلغ 3000 دينار. اجابه صحيحه وجاتك مع رمضان. وش تقولنا بمناسبه رمضان؟ تفضلي، هذه لكم جمع الشروق 3000 دينار وبصحة. الله يسلمك. رمضان كريم على الامه الاسلاميه وعلى اهل غزه، ورمضان كريم على الوطن الجزائر وولايه الام ورقله وولايه تقرت حاليا، وقريه قوق وبلديه بلده عمر ودائره تماسين، وكل الشعب اللي نعرفه يعرفني ان شاء الله. بالخير يا محمد. انيس اصلا من باتنا. اصلك من باتنا؟ ايه بصح مسقط الراس هنا ورقله. مسقط الراس ورقله. ثم تقدر تكومباري بين باتنا وورقله في رمضان؟ يعني نفس الاجواء ولا؟ والو، انا نعرف غير ورقله. تعرف غير ورقله؟ ايه غير ورقله. الله يبارك. بارك فيك. سؤالنا يقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينه قادما من مكه؟ كي هاجر من مكه المدينه، وشنو هي العباره الشهيره اللي قالها؟
تكبير. لا. من دخل البيت، من دخل دار ابو سفيان. هذيك نهار عاود ولا في فتح مكة، هذيك نهار عاود ولا في فتح مكة. المهاجرين والانصار. آخى بين المهاجرين والأنصار ثم قال قولة شهيرة عندما دخل، وشنو هي؟ قال لهم بحال اللي عنده دار يقسم. قبلها دستور المدينة. ها؟ دار واحد دستور المدينة. دستور المدينة صحيح، ولكن وش قال؟ تفضل. قال دستور المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار جعلهم أمة واحدة. نعم، ودستور المدينة كان يقسم المال تاعو مع مع المهاجرين. الأنصار قسم كان نموذج للأخوة الحقيقية. لكن هناك عبارة شهيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة قادما من مكة مهاجرا. الله أعلم، إنما المهاجرون والأنصار إخوة ولو يد واحدة، هكذا قال. عبد الرحمن دامري، إمام أستاذ بمسجد عائشة أم المؤمنين حي النصر ورقلة. مرحبا بكم في ولايتنا العامرة إن شاء الله. إن شاء الله يسلمك. ربي يبارك فيكم. شيخنا، يعني هذا سؤال ربما طرحناه كثيرا ولم يجب عنه أحد. ما هي العبارة الشهيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بين آلاف العبارات على كل حال، عبارة شهيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة مهاجرا من مكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعبارة الشهيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هي أنه عندما خرج من مكة وقف على تلة أسفل مكة والتفت إلى مكة وقال والله إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هذه العبارة التي وهذه شدة تعلقه بمكة. شدة تعلقه بمكة وحبه لها. ثم عندما وصل المدينة كاين عبارة قالها يا شيخ. وعندما وصل إلى العبارة وصل إلى المدينة من بين العبارات الشهيرة التي قالها، قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله، هذا هو الجواب الصحيح. أخيرا ما شاء الله. أعطيني الهدية، يستاهلها شيخنا. هدية ب 5000 دينار. هاك شيخ تفضل. ربي يبارك من مجمع الشروق. إن شاء الله. واش تقول لنا بمناسبة رمضان؟ إن شاء الله ربي إن شاء الله يحل علينا شهر رمضان بالخير والعفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يحل أيضا على كافة المسلمين وخصوصا إخواننا في فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع حزنهم وأن يذهب غمهم ويصوموا إن شاء الله في أحسن حال. هذا وش نتمنى للمسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول، ونسأل الله عز وجل أن يخرجنا من رمضان إلا ونحن بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إن شاء الله. جوادي بلال، طالب سنة أولى ليسانس جذع مشترك علوم إنسانية جامعة ورقلة. أنت وش من الولاية؟ أم البواقي. أنت من أم بواقي وتدرس هنا في ولاية ورقلة؟ نعم. هي. الفرق بين ولاية الأم بواقي وورقلة من حيث العادات والتقاليد في رمضان؟ أنا تقريبا أول رمضان راح نعقبه هنا. أنا جيت الحاسي، كان عندي عمل فم، قعدت واحد العام وجوزت البكالوريا. الحق يعني أنني كنت بعيد عن الدراسة واحد 14 سنة. 14 سنة؟ هي جوزت الباك، ديت وجيت مادام أنا قعدت في الحاسي جيت هنا وهذه للطلبة الذين ينقطعون عن الدراسة. بلال أنموذج، انقطع عن الدراسة 14 سنة ثم عاد ونال البكالوريا والآن هو طالب جامعي. نزيد لك حاجة ممكن جميلة كي راح تنفع بها الغاشي. أنا حبست رابعة متوسط. حبس في الرابعة متوسط ثم درس بالمراسلة. ثم درس بالمراسلة وعاد وهو الآن طالب جامعي، وراك معنا في برنامج اقرأ وارتقي، ربما ستكون من الفائزين. مشرفين بكم أخويا. بلال، سؤالنا في القرآن الكريم يقول: ما هي السورة التي تتحدث عن تحديد القبلة؟ سورة البقرة. والآية؟ فأينما تولوا فولوا وجوهكم شطر المسجد فولوا وجوهكم شطره. الآية بالضبط لازم تعطينا الآية بالضبط يا بلال. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قبل هي القصة تاعها، تعرف القصة كيف؟ كما تبدلت القبلة كانوا يصليوا في جهة المقدس، ومن بعد جاهم الله ربي يعلم الصحابي كي دخل لقاهم يصليوا وقال لهم تبدلت القبلة ولا بداروا استداروا. هذه نعم، هذه جزء من القصة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة المكرمة
كان يتجه إلى القبلة وفي نفس الوقت يتجه إلى البيت المقدس. ثم عندما ذهب إلى المدينة جاء الأمر بتغيير القبلة. قبلها يعني احتار. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لئلا يكون وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وكان هذا ابتلاء كبير للمؤمنين. المنافقين في تلك الفترة استغلوا تلك الحادثة وبدأوا يقولوا ما دام كان يصلي إلى المسجد الأقصى فإذا فدينه خاطئ والعياذ بالله. هكذا المنافقون أرادوا أن يعني يلبسوا على المؤمنين. في المدينة تغيرت القبلة. ألف مبروك يا بلال. إن شاء الله، مع العلم أني أحفظ يعني القرآن باش تزيد لهم. قلت لك أحفظ القرآن باش تزيد دعمهم باش يزيدوا. أنت حفظت القرآن 60 حزب. ولكن عاود راجع يا بلال، يخصك مراجعة. جاي رمضان، احنا بعد كي جاي رمضان حنستغلوا الفرصة بربي إن شاء الله. هي فرصة للمراجعة. ألف مبروك بلال، هذه ويزا. جزاك الله خير. الله يسلمك. والله بلال أنموذج، انقطع الدراسة 14 سنة ثم عاد ونال البكالوريا والآن يدرس بجامعة قصدي مربح ورقلة. وش راح حاب دير تخصص بلال؟ صدقني هذا الانفصال الكبير على الدراسة خلاني كي نجحت بعد مشوكي مازال مانيش فاهم. مازالك تعيش الفرحة وكي شغل تغير عليا. أنا أصلا كنت نقرأ مع جيل ودروكا وليت نقرأ مع جيل آخر لقيتها شوية. لكن العلم لا سن له. نهضر على الأخلاقيات الشباب والآخر تبدلت شوية والعقلية تبدلت. أنت الشغل بالنسبة لهم كبير عليهم بزاف. تقريبا ساعات أخرين نجدهم وأخرين نعمهم. وش تقولنا بمناسبة رمضان يا بلال؟ إن شاء الله يفوت عليه بالصحة والعافية إن شاء الله، ونتمنوا إنه الناس يزدادوا إيمان في شهر رمضان ويستغلوا هذا الفرصة يزيدوا إيمان يعني إلى إيمان. الله يبارك وربي يحفظك بلال، وشكرا جزيلا لك وصحة رمضانك وألف مبروك.